السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في واحد الفيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو اليوم غادي نشوفوا جوج من اليوتيوبر المغاربه كيفاش حتى اختفاو ولا كيفاش دمروا الكارير ديالهم في واحد الجزء من الثانيه، ولكن هادشي كامل غادي نشوفوه من بعد واحد الانترو قصير. ليتس جو. رجعنا لكم بعد واحد الانترو قصير ونبداو في الفيديو ديالنا. اليوتيوبر الاول اللي معنا في هذه الحلقه اللي هو الياس المالكي. الياس المالكي اللي هو واحد اليوتيوبر اللي مشهور وستريمر اللي مشهور في العالم العربي وخصوصا في المغرب. الياس المالكي اللي بدات البدايات ديالو في 2021 2022، بعد كان كيطلق لايفات في الانستغرام ولا تطبيق الانستغرام، ومن بعد توسعات البلاتفورم ديالو ولا توسعات القاعده الجماهيريه ديالو حتى ولا كيدير ستريمات في يوتيوب وحطم بهم ارقام قياسيه. ومن بعد هذا التفوق ولا من بعد هذه الانجازات اللي دار، فلاشين ولا البلاتفورم ديال كيك استدعاته ودارت معاه واحد الشراكه باش انه يبقى يدير الستريمات ديالو عندهم، وزادت توسعات الشهره ديالو حتى قدر يحقق واحد الارقام قياسيه باش انه كيجي هو التوب 1 ديما في الستريم ديال كيك في العالم العربي وفي العالم. فالياس المالكي توسعت القاعده الجماهيريه ديالو اللي ولات من مختلف الاجناس وكذلك من مختلف الاعمار ومن مختلف الاعراق. فركزوا لي على هاد مختلف الاعراق. فاليوم غادي ندويو على واحد القضيه اللي خرجات على الياس المالكي. كما قلنا توسعت القاعده الجماهيريه ديالو في اليوتيوب كذلك، فجاوه بزاف ديال العروض من شركات كبار باش يجي يبدا يستريمي فيهم بحال تويتش وكيك. وهاد الاخيره اللي هي قدرات دي الياس المالكي ليها وقدرات دي داك البلاتفورم ولا داك الجمهور الكبير ديال الياس المالكي باش يتابعوا في كيك، وبدا كيحطم ارقام قياسيه في كيك اللي وصل بزاف ديال الحوايج اللي من اهمهم توب 1 في افريقيا وفي العرب وكذلك في العالم على منصه كيك، متفوق على اكبر ستريمر في العالم من اهمهم ايشو سبيد. فالياس المالكي بدات كتوسع القاعده الجماهيريه ديالو وبدا كيتعرف بالمحتوى ديالو اللي كان محتوى استهزائي ومحتوى ديال الضحك وديال الجيمنج. فبدا كيدير واحد اللايفات اللي هما طوال اللي كيدوموا من 8 السوايع حتى ل 10 ديال السوايع، كيكونوا من وحده الليل حتى ل 8 ديال الصباح، كيضحك فيهم مع الناس اللي كيتابعوه وكيدير فيهم لايفات وكيدخل مع الناس في ازار كيتعرف عليهم. فكان عنده واحد المحتوى اللي هو محتوى معروف عند المغاربه ومعروف عند الناس اللي كيتابعوه. فالياس المالكي بدا غادي وكيتوسع القاعده الجماهيريه ديالو وغادي وكيزيد في النجاحات ديالو حتى بيكي جيرارد بيكي عيط ليه باش انه يجي للكينغز ليغ. والكينغز ليغ اللي درنا عليه واحد الفيديو غادي تلقاوه اما في الاي الفوق ولا في الديسكريبشن، كيفاش حتى جيرارد بيكي عيط الياس المالكي وشنا هي هاد الكينغز ليغ ولا دوري الكينغز ليغ. فعيط ليه جيرارد بيكي وكان ان الياس المالكي انه غادي يمثل المغرب وغادي يدي معاه بزاف ديال اللعابه من اهمهم لولا الظروف وحدراف وبزاف ديال اللعابه اللي غادي يشاركوا معاه في هذا الكينغز ليغ وغادي يشرف المغرب. فالياس المالكي بدا كيوجد لهذا الكينغز ليغ وكذلك كان كيطلق لايفات مع المتابعين ديالو حتى لواحد النهار اللي هي واحد السيمانه طلق واحد اللايف في المنصه ديال تيك توك وبواحد الزله ديال اللسان قال الشلح غير شلح. فالياس المالكي ما قصدش بها شي حاجه، ففقط كانت زله لسان وقالها تما في ذاك المنصه ولا في ذاك اللايف ديال تيك توك. فهزوها بزاف ديال الناس وردوها كليب وبداو كيلوحوها في المنصات ديال الانستغرام ولا ديال الشورت يوتيوب ولا ديال تيك توك. فطلعت هذيك المقوله ديالو ديال الشلح غير شلح فايرال حتى وصلت الايادي عليا في البلاد، وتم الدعوه ديالو من طرف بزاف ديال الناس وناشطون جمعويين امازيغ باش يعاقبوه على هاد الفعله ديالو. فالياس المالكي بسبب زله لسان دمر ليه الكارير ديالو، فهو الان كيتابع قانونيا في السجن ديال الجديده، وكانت المحاكمه ديالو هذه غير واحد الخمس ايام وكنتمناو ليه الخير. فالياس المالكي رغم هذا الشيء كامل كيظل مغربي وكيظل واحد ستريمر اللي هو كبير ورفع الرايه ديال المغاربه في المستوى على مستوى ديال الستريمينغ ولا ديال اللايفات ولا ديال الكونتوني المغربي. فشرف بينا وكنتمناو ليه الخير وكنتمناو ليه انه يطلق ربي صراحه من هاد المحاكمه اللي كانت فقط يعني بالنسبه للراي ديالي غير ظلم ليه.
فبزاف ديال الناس كانوا كيسبوا الشلوح وكيسبوا الامازيغ. فهذه ولات عاده عند المغاربه، كيضحكوا بها بيناتهم، كيقولوا الشلح غا شلح، الشمالي غا شمالي، الصحراوي غا صحراوي. فما كاينش لازم نكبروا الموضوع ونتابعوا الياس المالكي على هاد زلة لسان. فكيبقى ولد بنادنا ومشرف بالستريم المغربي ولا بالمحتوى المغربي ولا الكونتوني المغربي في القاره الافريقيه وعالميا. يوتيوبر معنا في هذه الحلقه اللي هو الشينوي ومن لا يعرفه، اللي هو واحد الصانع ديال المحتوى اللي تشهر في هذه الاعوام الاخرى، وخصوصا في هذا العام الاخر اللي هو 2023 2024. تشهر بواحد شينوي من بعد هذا الخروج الاعلامي ديالو مع طفل ريان، وقال انني غادي نقدر نجبدو. من بعد طور في الكونتوني ديالو وبدا كيزيد انه يطور في الكونتوني ديالو حتى الرمضان ديال 2023 بالضبط، اللي خرج لنا بواحد المحتوى جديد اللي هو كوميديا على كيجسد راسو في عده حرف كصباغ، بناي، نجار، طبيب، ما خلى حتى مهنه تقريبا ما دارهاش، واللي عجبات المغاربه اللي جاهم بواحد الكونتوني جديد وعطى فيه الجهد بزاف. ماشي بحال بزاف ديال اليوتيوبر اللي حاولوا يقلدوا هذا المحتوى، فالشينوي عطى فيه الجهد بزاف، وكان كيتميز بواحد الميزه اللي هو الكور ديالو ولا الصحه ديالو اللي كانت عنده. فهاد الصحه ديالو بقوه ما كانت تميزه فيه، فغترجع واحد العيب اللي فيه ولا غترجع واحد النقطه سوداء اللي غادي تبدل ليه الكارير ديالو في لي بلاتفورم، سواء الانستغرام ولا اليوتيوب ولا الفيسبوك اللي كان مشهور فيهم، مشهور بزاف في هذه الاونه الاخيره. فالشينوي كان كيدير الفيديوهات ومستمر كيدير الفيديوهات حتى لواحد الوقيته بالضبط اللي بداو الناس كيلاحظوا على ان الكور ديالو بدا كيضعف، ما بقاش عنده داك القوه البدنيه والجسمانيه كما كانت. فمن بعد الشينوي بدا كيتغاضى على هذا الامر، حتى قال لهم في واحد الفيديو اللي خرج فيه اللي قال لهم ان هذا توكال والناس وكلوني. فالناس تعاطفوا معاه ومشى جابوا الياس المالكي كما قلنا، او مترابطين في هذا الفيديو، جابوا الياس المالكي للستريم معاه وحاول انه يجمع ليه تبرعات، فقدر يجمع من 20 حتى 22 مليون تبرعات ليه ودخلوا لواحد المستشفى وتعالج. ولكن الناس بداو كيلاحظوا ان الشينوي يكون كان مريض بالتوكال، ما غاديش يبقى يلوح الفيديوهات وهو وسط السبيطار، ما غاديش يبقى يتصرف بواحد التصرفات اللي لاحظوا عليه. فالمغاربه ضروري يجبدوك. فمن بعد الشينوي بدا كيتغاضى على هذا الامر، ولكن ملي شاف واحد الضغط عليه من طرف الجمهور ديالو، من طرف المغاربه بصفه عامه، حتى اللي ما كانش كيعرفوا ولا كيعرفوا بهذه القضيه، ف شينوي خرج كيقول لهم انه ما لقاوش عندي التوكال، ولكن لقاو عندي واحد الجرثومه في المعده. فمن بعد تشافى وخرج، كنتمناو ليه الشفاء لاخونا الشينوي. ومن بعد خرج من المستشفى في الاونه الاخيره في الشهر الماضي، وحاول يكمل في الكونتوني ديالو، ولكن الناس بدات كتعيق ولا بدات كتضعف ليه داك القاعده الجماهيريه اللي كانت بسبب هذا الغلط اللي داروا، اللي كيعتبروا الناس انه كذب عليهم وما عطاهمش الحقيقه وما عطاهمش الصراحه، فقط باش يجمع داك التبرعات ويستافد منهم. فالاخ ديالنا الشينوي كنتمناو ليه هو التوفيق كيف الياس المالكي. وكنشكركم على التتبع ديال هذا الفيديو، وشكرا لكم بزاف. ما تنساوناش بواحد الزر ديال لايك ولا كومونتير، حاولوا تعمروهم الماكسيموم الريتش ديال الفيديوهات طاح. وشكرا لكم بزاف، كنوعدكم اننا غادي نطوروا من هذا الكونتوني. بيس.